رائد الأعمال محمد نجاة اتسأل عن السن المناسب للاستثمار، ولو راجل 50 ينفع يبدأ يستثمر ولا لأ؟ والإجابة كانت إنه طبعا ده عز الطلب. إلى 50 يعني نضجت وعقلت وفاهم السوق كويس جدا، وده أنسب وقت تبدأ فيه وتحقق أرباح حقيقية وكبيرة جدا. قال كمان إن الاتجاه دلوقتي للكبار سنا، وده بقى ترند عالمي حتى في مصر، وده خلى صناديق الاستثمار تدعم أكتر الناس اللي فوق 50 لأن عندهم خبرة ووعي في اتخاذ القرارات المادية. ده غير إن في كتير راجعين من الخليج من السعودية والإمارات وبقاله فترة وبيشتغل بطريقة عملية، وقال عنهم إن دول بنعتبرهم بالبلدي كده عندهم خميرة، يعني بيجي يقولك أنا هحط 100 مليون بس هاتلي قدامهم 100 زيهم، وبندعمهم وبينجحوا بسهولة لو كانوا ملتزمين أو مركزين. وده اللي بيسموها فرص كبيرة للاستثمار الذكي والعاقل، يعني ملكش حجة تماما.